شكرا للكلمة. طبعا أنا أرحب بصاحب الضيافة ورئيس مجلس ومدينة ميلا جديدة المهندس محسن طه، الأخ الأكبر والأخ الفاضل، لاحتوائه واستضافته الندوة المهندس محسن طه من الشخصيات المحترمة والداعمة لترشيد المياه، وهو واحد من رؤساء المدن القلائل المحترمين. أرحب أيضا بمدير الإدارات الموجودين، وأرحب بمدير الإدارة الزراعية وأرحب بمدير الإدارة البطريقية الدكتور حمدي أبو النجا، والمهندس عبد الرحمن فريد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية اللي موجود، المهندس، كل الناس اللي موجودة يعني أشكركم. بداية هنسمع كلمة ترحيب من المهندس محسن طه بالسادة الحضور رئيس مجلس. الندوة اللي احنا بصدد الحديث عنها النهارده بتشرف بحضور المهندس حسن حوفان مدير الإدارة التوجيه المائي بشرق الدلتا، والمهندس عبده سليمان مدير التوجيه المائي بالدقهلية ودمياط، والمهندسة منى زغلول بتروري مدير التقييم والمتابعة بوزارة الري، المهندس سمير السيد عبد العزيز مدير ري تميل الأنديد، والمهندسة سمر السيد عبد العزيز مدير ري تميل الأنديد. بنرحب بيهم طبعا وبنرحب بحضراتكم جميعا. وندوة ترشيد المياه ده شيء أصبح ضروري وحتمي. ما أصبحش إحنا دلوقتي النهاردة في رفاهية استخدام المياه. كلنا نعلم إن قطرة المياه على مستوى العالم أصبح لها قيمة، وعشان كده إن إحنا مطالب منا إن إحنا نحافظ على المياه لأنها بتساوي الحياة بالظبط. عشان كده الندوة دي إحنا بنرحب بالسادة الضيوف وبنرحب بحضراتكم، وبنتمنى إن يكون في أثر طيب لهذه الندوة بصفة حضراتكم قيادات طبيعية وقيادات تنفيذية حاضرين وممثلين عن النقابات والجمعيات الزراعية. نرحب بالشيخ السيد المهندس محمد سلام وكيل وزارة الري. نرحب طبعا بالمهندس محمد سلام وكيل وزاره الري بالتهريب، وبنقول ان المياه بصفه عامه ما اصبحش عندنا رفاهيه ان احنا نحافظ عليها وما نحافظش عليها. ده اصبح تحدي كبير ان احنا نحافظ على الميه، لانها زي ما قلت بتساوي الحياه، يعني قطره الميه بتساوي الحياه بالظبط. فعشان كده احنا مطالب منا جميعا، مطالب منا جميعا قيادات تنفيذيه، قيادات شعبيه، قيادات طبيعيه، ممثلين عن جميع الفئات. طبعا هذا الجمع اللي قدام مني بيمثل قيادات لمركز سماي، ومسؤولين لمركز سماي، وشعبيين لمركز سماي، وقيادات طبيعيه وعمد ومشايخ وغيره. دي رساله، يعني هذه الندوه بنعملها عشان تبقى رساله توصل لمركز تميل كله،
مش لحضراتكم بس، لحضراتكم عشان توصلوا هذه الرساله. الرساله في مضمونها ان احنا عندنا تحدي كبير ان احنا نحافظ على الميه، ان احنا نحافظ عليه. زي ما سمعت من فضيله الشيخ ان احنا لو على نهر المفروض ما نصرفش فيه، لو على نهر شوف نهر ملوش حدود ما نصرفش فيه. دي الاسراف في الميه. هل ان بس احنا بنتكلم عشان نقول ان احنا ما نصرفش في الميه؟ لا. هو طبعا في مخالفات في الرز، كان المفروض ان احنا ما نتعداش. لو لنا 1000 فدان كان المفروض نزرع ال1000 فدان ما نتخطاهوش. عشان كده انا بطالب من الزراعه ان تفعل الدور بعد كده في الدورات الزراعيه، ويكون متعمم قبلها مش قبل الزراعه مش بعدها، ان في دورات زراعيه، وان ما نسيبش الراجل لغايه ما يعمل وبعدين نقول له لا. يبقى من قبلها في توعيه ان التزام بالدوره الزراعيه. ده جانب. الجانب الثاني هو الترشيد في استهلاكنا، حتى في استهلاكنا العادي، استهلاكنا المنزلي، استهلاكنا لازم نرشد، لان احنا هنسال على ذلك، وما سالناش عن ذلك في الدنيا هنسال عنه في الاخر. هنسال عنه في الاخر. ده الشيء اللي احنا لازم نعرفه كلنا، ان احنا هنسال عن لو اسرفنا في الميه، هنسال ربنا سبحانه وتعالى يسالنا احنا اسرفنا فيها ليه. طيب مش هو ده اللي هنتكلم فيه. الشيء الاكبر من كده هو الحفاظ عليه. الحفاظ عليه. الحفاظ عليه. النهارده احيانا ممكن تلاقي اترمت مخلفات في النهر، اترمت حيوانات نهر، اترمت حاجات زي كده. جاء شؤون البيئه، اداره البيئه، الوحدات المحليه، كل الدور لازم يقوم بهم. لان الحفاظ على الميه زي ما قلت اصبح بالنسبه لنا تحدي. فما ينفعش ان احنا نلوث البيئه، سواء وحده محليه، سواء افراد مواطنين، باي طريقه. لازم يكون في حزم ويكون في اتخاذ قرارات حازمه في هذا الامر، ولن اسمح به. يعني النهارده اي حاجه مواطن، حتى لو مواطن، من حقه ان هو يبلغ عن اي تلوث في النهر او تلوث في النهر بمصدر للري او مصدر للصرف او مصدر للشرب. محطات المياه كلنا عارفين عندنا. احنا عارفين ان تميل أبدية مركز تميل في نهايات. فاحنا عندنا تحدي اكبر. ليه؟ لان احنا في نهايه الخط، فبيأثر علينا في ميه الشرب، وفي نهايه الخط بيأثر علينا في الترع. والحمد لله الموسم الري عدى، كان في صحيح بعض ولكن كان في استجابه دايما. مهندس السلام كنت بتصل عليه بالليل وبالنهار على طول، كذلك المهندس طه، كذلك المهندس صرف، كان في تجاوب. كلنا نعلم هذا التجاوب. الناس دول فعلا تعبوا ازاي في هذا الموسم عشان ان احنا نقدر ان احنا نغطي الري، لانه الراجل خلاص زرع، حتى لو هنحاسبه بس هو زرع ما نقدرش نسيبه يعني. طبعا هو كان في حاجات بتبقى خارجه عن اراده المسؤولين. يعني النهارده لما يبقى في عندي 114,000 فدان على مستوى التقاليه مخالف، عندنا 300 فدان على مستوى التقاليه في 414,000 فدان، يعني في 114,000 فدان مخالفين دراسه. فبالتالي ان حصه الميه على التقاليه، المهندس طبعا على الكلام ده اكتر مني، اصبحت انا عندي 300 فدان، عندي في 114، تجيبهم منين؟ اكيد هيأثروا. فما بالك بقى لو انت نهايه الخط، يبقى التاثير عليك يكون ايه؟ هيكون كبير. ففي حاجات لو واحد اتاخر عليه الميه، وطبعا كان في استجابه، بس لازم يكون ايه؟ مراعي ان احنا في نهايه الخطوط، بنراعي ان في مجهود بيبذل، ولكن الحمد لله الامور عدت. فمش هندور عليكم، ولكن احنا بنقول حاجات محدده. الحاجه الاولانيه ان ترشيد الميه وترشيد استهلاك الميه ما عادش رفاهيه، بل اصبح تحدي لنا جميعا، لان نقطه الميه النهارده لها قيمه. الحاجه الثانيه الالتزام بالدوره الزراعيه عشان ما ياثرش علينا فيما بعد ذلك. الحاجه الثالثه اللي انا باكد عليه وباكد على الساده رؤساء الوحدات المحليه اللي عليه ومسؤول شؤون البيئه عليه، هو اتخاذ الاجراءات بحزم في اي مخالفات في النيل او اي مخالفات في الترع اللي هي مصدر ري الاراضي الزراعيه ومصدر ري. لا، اجراء فعلي واقعي وليس على الورق، ويطبق قانون البيئه، يطبق بنسبه 100%، ولا يتهاون مع اي حد يرمي اي مخلفات او قذورات. يعني النهارده لما بيترمى اي مخلفات او اي حاجه بتسبب امراض، بترجع
حياتك هترجع عليك في ابنك، هترجع عليك في اخوك، هترجع في عليك في كذا. فلا ده لا من الاسلام نمره واحد، مش من الاسلام حاجه زي كده، ولا من اي ديانه انك ترمي هذه الحاجات، ولا سلوك حضاري، ولا سلوك يعاقبك عليه القانون. عشان كده انا بطالب رؤساء الوحدات المحليه ومسؤول البيئه اتخاذ اجراءات فوريه، وبطالب كمان اي مواطن حتى لو مواطن عادي خالص ليه اي تلوث في النهر فورا يتم الابلاغ فورا للوحده المحليه، ما فيش يبلغنا شخصيا، ويكون في اجراء حاسم في هذا الامر، لان احنا النهارده ما احناش في رفاهيه ان احنا نسيب مياه بتاعتنا تتلوث او ما نحافظش على الميه. احنا في تحدي كبير اللي هو الحفاظ على المياه. ان شاء الله في محطه ميه الشرب ان شاء الله هتكمل في تمية عندنا هنا قريب ان شاء الله. المهندس سلام ان شاء الله هيكون في موافقه، مش كده محمد بيه ولا ايه؟ محطه ميه الشرب اللي اتعمل في على البوهيه. طيب ان شاء الله يبقى في موافقه، وفي بوادر خير ان شاء الله انها تتعمل عندنا المحطه دي. وخط ميت فارس ان شاء الله هيخلص الشهر ده ويتربط على الربع ويتربط على المدينه، وان شاء الله مشكلات المياه من الشرب الموسم الجاي ان شاء الله تكون اتحلت. يتبقى عندنا مشكلات الله يخليك يتبقى عندنا مشكلات الزراعه، الري. بناشد من دلوقتي الاخوه المزارعين والاخوه المسؤولين عن الزراعه مش ننتظر لغايه ما الزراعه، لغايه ما الارض تتزرع. قبل الزراعه الالتزام بعدم المخالفه في زراعه الرز في دوره زراعيه، وهذا الالتزام ليه؟ لان المحاضر وغيره مش فيجي وقت ما تقدرش تتصالح، لانك انت النهارده انت مخالف على مستوى المحافظه بنسبه زياده عن 100,000 فدان. يبقى هذا الامر اصبح صعب قوي في هذه الفتره اللي جايه. عشان كده نلتزم كلنا عشان ان احنا نقدر نحافظ على المياه. ودي مش رساله بس كده، دي رساله احنا هنسال عليها، لو ما سالش عليها في الدنيا هنسال عليها في الاخره. وبترحب مره ثانيه بمسؤولين عن وزاره الري وعلى راسهم المهندس محمد سلام وكيل وزاره الري، وبنشكر حضراتكم للحضور، واتمنى ان يكون في اثر طيب لهذه الندوه الحفاظ على المياه. الاثر الطيب ده يوصل لكل مواطنين مركز تميم. وبشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.